لك شو قصة التلفزيون تبعكم خربان يعني؟ انا قايم فيه، شو وصل لك اياه؟ ايه وصلوا، خلينا نسمع لنا شي خبر شو عم يصير بالشام. لك صحيح اخوك سامي بيك عم تشوفه؟ لا والله عليك. هلا هذا يعني كل عقله مفكر انه بدهم يخلوه يعمل سياسي هو. ما بعرف، ما بحكي انا وياه بهالمواضيع. وسنفور غضبان. من لما اجى من شي 3 شهور يمكن شفته مرتين شفته. يعني هو كمان قرر يستقر هون؟ بكره بس تشوفه اساله، روح شوفه واساله. يا حري عليه شو هالزي. تعرف انه خرب لنا بيتنا وعيشتنا على بلا طعمه؟ يا فؤاد لا تبالغ. ما عم بالغ حبيبي، لولا اعلان دمشق اللي انبرع وراح وقع عليه كانت امورنا بالف خير. انت عندك علم انه انا لهلا عم بدفع ثمن تصرفه القرعه؟ اوف، ليش انت شو دخلك؟ لك شو دخلني لك حبيبي، انت ما بتعرف بلدك؟ توقيع راجي على هذا الاعلان رجعني للصفر. يعني كل شغلي من 95 لل 2000 راح على بلا طعمه، بس مشان حضرة الفنان العظيم يتبرواز ويعمل لي معارض وعلى اساس انه خايف على الشأن العام، بالوقت اللي كان كل مسؤولين بلدك بهي الفترة راقدين لحتى يحطوا ايدهم بايدي. هلا ما عاد حدا يتعرف علينا، وبالنتيجة اول شي عمله اخوك بس بلشت الثورة شو؟ هرب، فرك برات البلد. تصبح على خير. لك يا عدي سهراني شو عندك؟ والله صدقني بكره عندي موعد الصبح ولازم انام تعبان. تصبح على خير.